السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته خوتي خواتاتي كراكم هانيين. كنتمنىكم كاملين تكونوا بخير وعلى خير وانتم كتشاهدوا هذا الفيديو. مرحبا بكم معايا في فيديو جديد. الفيديو ديال اليوم ان شاء الله غادي نحضر معكم عصير ديال الجزر والبرتقال والليمون الحامض، كيجي اكثر من رائع، لذيذ بزاف، منعش مبرد في هذا الصهد بطريقه جد سهله سريعه وكيعطي كميه كثيره. فندوزو نشوفوا الطريقه ديال التحضير. بسم الله على بركه الله. وانتم كتفرجوا اخواتي ما تنساونيش بواحد اللايك على الفيديو بطبيعه الحال الى عجبكم الفيديو. كيف ما كتلاحظوا اخواتي كناخذ هنايا 3 ديال الحبات ديال الجزر، كنقطعهم هكذا دوائر. غادي ناخذ كاسرون وكنوضع فيها هاد القطع ديال الجزر. غادي نضيف كميه من الماء قياس باش كيتسلق لي الجزر، وداك المياه اللي كتبقى راه ما كنصفيهش، كنخليه بداك الماء ديالو، كنخليه حتى كيبرد وكنطحن به العصير ديالي. صافي غادي نوضع الكاسرون ديالي على النار. ملي كتبدا كتغلي الكاسرون كنخليها غير واحد 3 ديال الدقائق ولا 4، ما كنفوتهاش. ما نسلقوش خيزو اكثر من القياس، كيبقى يعني ملي كيتسلق بزاف ما كيبقاش المذاق ديالو صراحه زوين، ما كيجيش زوين في العصير. حاولوا ما تسلقوش اكثر من القياس. صافي هنايا خديت 3 عفوا 4 ديال الحبات ديال البرتقال وحبه وحده ديال الليمون الحامض. كنحك القشره ديال البرتقاله وليمونه، كنحك غير داك القشره اللي على برا، ما نوصلوش لداك القشره البيضاء باش ما كتطلقناش المروريه في العصير. غادي نحك قشور ديال الليمونه، كنحك تقريبا غير النص، ما كنحكهاش كامله هاد الليمونه لان هاد الحبه هذه ديال الليمون كبيره، غادي نحك غير النص. صافي من بعد غادي نقي هاد الحبات هادو ديال البرتقال. كيف ما كتلاحظوا 4 ديال الحبات ديال البرتقال، حبه واحده ديال الليمون مع داك 3 ديال الحبات ديال الجزر، وغادي نزيد واحد 2 حبات ديال التفاح. راه كتعطي ما شاء الله واحد الكميه كثيره ديال العصير، يعني كتعطيني اكثر من 2 لتر ديال العصير. غادي نقي ديك الحبه ديال الليمون، كنقيه مزيان حتى من داك القشيرات اولا داك الخويطات البويض كنقيه مزيان. غادي نقطع هاد البرتقال، كنقطعو دوائر، كنتاكدوا هكذا ما فيهش العظم. كنقيو داك هاد الخويط هذا اللي كيكون في الداخل، كنقيه مزيان. وبنفس الطريقه غادي نقطع داك الحبه ديال الليمون، كنقيها مزيان من داك العظومه. غادي ناخذ الكاس ديال الخلاط الكهربائي، وغادي نوضع هاد القطع ديال الحامض والبرتقال. وكناخذ 2 حبات ديال التفاح، غادي نقيهم، كنحيد لهم غير داك القلب، وكنخليهم بالقشره ديالهم. بغيتو تقشروهم كيبقى لكم الاختيار، انا كنفضل كنخليهم هكذا بالقشره ديالهم. بالنسبه للتفاح يعني ماشي ضروري ديروه في هذا العصير هذا، ممكن ديروا غير البرتقال مع الليمون الحامض والجزر، راه كيجي زوين بزاف. انا بغيت نزيد هاد الحبات هادو ديال التفاح، ممكن كذلك تزيدوا الموز اولا البنان، المهم كيبقى لكم الاختيار. غادي نضيف ديك القطع ديال التفاح، وغادي نضيف داك القشور ديال البرتقاله وليمونه.
بالنسبة للجزر كنخليوه حتى كيبرد مزيان، عاد كنطحنوا به العصير ديالنا. نضف ديك الكمية ديال الجزر من بعد ما برد. كيف ما كتلاحظوا الكاس ديال الخلاط عامر، غادي نقسم هاد الكمية على جوج. غادي نضيف السكر، كنضيف 3 ديال المعلقات. نتوما الحلاوه كديروا على حسب الذوق ديالكم بطبيعه الحال. غادي نعمر الكاس ديال الخلاط بالماء صافي، وكنطحن العصير ديالي مزيان حتى كيتطحن. من بعد غادي نصفيه، ضروري كنصفيو هذا العصير. انا كنفضل صراحه هنا يعني كنصفيه، كيبقى العصير زوين، كيبقاش فيه نهائيا يعني داك الشوائب. وانتم كيبقى لكم الاختيار، بغيتو تصفيوه بغيتو تخليوه غير هكاك. انا كنفضل كنصفيه. غادي نطحن ديك الكميه اللي بقات لي. غادي نضيف الماء، وغادي نضيف السكر، 3 ديال المعلقات ديال السكر. مجموع فهاد الكميه هذه خدات لي 6 ديال المعالق ديال السكر. بالنسبه للحلاوه راه جات هي هذيك، وانتم كيبقى لكم الاختيار يعني كديروا بطبيعه الحال الحلاوه على حسب الذوق ديالكم. صافي كنولي كنطحنوا مزيان وكنصفيه. ها نتوما هذا هو القوام ديال العصير، ما شاء الله كيجي رائع هذا العصير هذا. شوفوا لي اللوين ديالو، كذلك لين كيجي العصير خاتر وكيجي صراحه زوين بزاف. بالنسبه للقوام ديالو نتوما كتحكموا، بغيتوه يكون خفيف من هكا كتزيدوا كميه ديال الماء. المهم نتوما كيبقى لكم الاختيار. انا كنفضل كنخليه شويه خاطر كيجي بهذا القوام هذا، كيجي صراحه زوين بزاف، كيجي رائع. هذا العصير هذا منعش مبرد ولذيذ بزاف. ها نتوما اخواتي شوفوا لي ما شاء الله اللوين ديالو، كذلك القوام كيجي اكثر من رائع. المذاق ديالو كيجي زوين بزاف. نتمنى تجربوه. ينال الاعجاب ديالكم. نتمنى هذا لا فيديو هذا ينال الاعجاب ديالكم. يعجبكم الفيديو بارطاجيوه مع الاهل والاصدقاء ديالكم، الناس اللي كتعرفوا. اللي كيشاهد القناه ديالي اول مره، ما عليكم اخواتي غير تشتركوا في القناه وتفعلوا زر الجرس باش دائما يوصلكم كل جديد ديالي فضلا وليس امرا. كيف ما كتلاحظوا اخواتي بالنسبه لداك القياس عطاني كميه ما شاء الله كثيره ديال العصير، اكثر من 2 لتر ديال العصير. كميه كثيره، كيجي صراحه زوين بزاف ومبارد في هذا الصح. نتمنى تجربوه ينال الاعجاب ديالكم. اللي باقي كيشاهد اخواتي الفيديو حتى لدابا كنقول لكم شكرا لكم بزاف على حسن المتابعه ديالكم. السلام عليكم مع فيديو جديد ووصفات جديده ان شاء الله. ما تنساوليش لايك الفيديو الى عجبكم الفيديو. السلام عليكم.